وترأس اللجان الوظيفية والتصويت في اتخاذ القرارات. المادة 17 ينفذ المكتب التنفيذي القرارات الصادرة عن الجمع العام وعن المجلس الإداري، كما يقوم بصياغة برنامج العمل وإعداد جدول الأعمال لاجتماع المجلس الإداري والجمع العام وإعداد تقريرين الأدبي والمالي. المادة 18 يتخذ المكتب قراراته بأغلبية الأصوات في اجتماع قانوني وإذا تعدل قوانينها. إذا فقدت الجمعية التي يمثلها صفة العضوية في الفيدرالية حسب المادة 9 من القانون الأساسي. الباب السادس مالية الفيدرالية. المادة 20 تتكون مالية الفيدرالية من الانخراطات السنوية للجمعيات والتعاونيات الأعضاء، المستحقات المالية التي يقررها المجلس الإداري الفيدرالية، المساعدات والهبات مسموح بها قانونيا. الباب السابع مقتضيات عامة. لا تغير مقتضيات هذا القانون إلا في جمع عادي واستثنائي بغالبية أعضاء المجلس الإداري. تعتبر المادة 21 حل الفيدرالية. تحل الفيدرالية في جمع عام استثنائي بطلب من ثلثي أعضاء المجلس الإداري، وتوجه هي مضمونة إلى كل أعضاء مع تحديد التاريخ والمكان، وفي حالة عدم حضور نصاب يؤجل الحل إلى جمع عام استثنائي بعد 15 يوم من الاستدعاء الأول ويتم